السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام في كل مكان. النهاردة مع بعض هنعمل وجبة غدا لذيذة جدا. هنعمل مع بعض السمك البربوني وهنعمل جنبه بطاطس وسلطة ورز بالبصل، وهنجيب كمان شوية من اللفت اللي احنا خللناهم مع بعض، وهتبقى وجبة غدا رائعة. علشان ما نطولش الفيديو ونكتر في الكلام، تعالوا نشوف الوصفة بتاعتنا عملناها ازاي. جبنا السمك بتاعنا وشلنا القشور بتاعته من بره وفتحنا بطنه وغسلناه كويس بالميه الجاريه، وبعد كده رحنا غسلينه بالدقيق والملح وحطيناه في مصفى يصفي ميته قبل ما نستخدمه. ومعانا كمان فلفل رومي وتوم هنفرمهم مع بعض عشان يتبل بيهم السمك. والبهارات بتاعتنا اللي معانا معلقه صغيره ممسوحة من الفلفل الاسود المطحون، وربع معلقة شطة، ونص معلقة من بهارات السمك، ومعلقة ونص من الملح الابيض، ومعلقة ونص كمون على كزبرة. هناخد التوابل بتاعتنا مع الفلفل والثوم ونفرمهم كويس ونرجع تاني علشان نتبل السمك بتاعنا. وكده بعد ما فرمنا التوابل مع الفلفل والثوم، هناخد بقى كل سمكية كده وهنحشيها كمية كويسة من التوم. هنحط كمية كبيرة، مش هنقلق واحنا بنحط ندعك كده التوم في السمك بتاعنا، ونسيبه بقى على جنب يتبل شوية. وعلى بال ما يتبل نبدأ نعمل الرز بتاعنا. هنجيب حلة ونحط فيها 3 معالق كبار من الزيت، وبمجرد ما يسخن معانا الزيت هننزل فيه ببصلاية متوسطة متقطعة صغير، ونفضل نقلب في البصلة بتاعتنا لغاية ما تاخد اللون البني الغامق ده. ونكون مجهزين معانا مية نحطها على البصل على طول. بنعرف كمية المية ازاي؟ لكل كوباية رز من الرز المصري كوباية من المية قصادها. ونقلب كويس، وهنضيف عليهم بس الملح بتاعنا، ونظبط الملح بتاعنا ونغطيها ونسيبها لغاية ما المية تغلي. بمجرد ما تغلي نكون مجهزين الرز بتاعنا وغسلينه ونضيفه عليهم، ونحط الرز ونغطيه لغاية ما يتشرب المية بتاعته. وبعد شوية نتابع الرز بتاعنا ونديله تقليبة علشان نتأكد ان هو اتشرب المية كلها، ونساوي الرز بتاعنا ونغطيه ونحطه على نار هادية لغاية ما يستوي. ولغاية ما يستوي الرز نرجع تاني للسمك بتاعنا عشان نقليه مع بعض. علشان ما نعملش مواعين كتير ونبهدل الدنيا، انا بحب اجيب كيس مطبخ عادي او كيس تلاجة، وبحط فيه كمية من الدقيق واحط فيه السمك بتاعي واحرك الكيس بالسمكة علشان تتبل بالدقيق. بس قبلها بطلع الخلطة من السمكة كده، هي خلاص كده كده السمكة شربت من التتبيلة ومن الخلطة كويس واتطعمت بيها. بصوا برجها كده في الكيس، بتطلع السمكة متغلفة معايا من كل الجهات. لا ببهدل ايدي ولا ببهدل الاطباق ولا اي حاجة خالص، ولا بعمل دقيق على الترابيزة وبهدل الدنيا من حواليا. هخلص بقى السمك كله كده، واثناء ما انا بعمل في السمك حاطه طاسه على النار فيها زيت وسايباه يسخن. واول ما بيسخن بنزل فيه بالسمك اللي انا بتبله في الدقيق. بحط كده اول سمكه عملتها وبوطي النار وابدا احط السمك في الكيس واتبله بالدقيق وارجع احطه في الطاسه، وبعدين بعلي النار واخلي السمك ياخد لون من الجهة الاولى، وبعدين بقلبه على الناحية التانية ياخد لون ويستوي معايا. هخلص بقى كمية السمك ونشوف الاكل كله بعد ما يخلص. وكده خلاص عملنا البطاطس حمرناها، وعملنا السلطة الخضراء بتاعتنا الجميلة، والرز استوى معانا، والسمك خلص وطلع معانا. كمان حبينا نكمل الوجبة بشوية من اللفت اللي احنا عملناه مع بعض. ودي كانت وجبة النهاردة وكانت وصفة النهاردة، واتمنى انكم تجربوها وتعجبكم. ولو عجبتكم هستنى تكتبولنا في التعليقات عن رأيكم. ولو عجبكم الفيديو انزلوا تحت الفيديو ودوسوا لايك ودوسوا على زر اشتراك وفعلوا الجرس علشان يوصلكم مننا كل جديد. واشوفكم في يوم جديد بفيديو جديد، واترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.